المصريين في الغربة، اللي مهاجر، اللي بيشتغل في الخليج، حتى اللي بقاله فترة بيتعالج بره، للأسف معظمهم بيكون عندهم انفصام في الشخصية. بيبقى جواه ناس كتير. أولا بيبقى عنده إحساس إن هو من الناجين من الطوفان، ولما يجي يكلم حد في مصر تلاقيه بيسأله أسئلة غريبة جدا. يعني انتوا بتاكلوا؟ عاملين ايه في المجاعه اللي انتوا فيها؟ انت ابوك اتخطف؟ لا ده مش انت، ده عماد. ده انت اللي عربيتك اتسرقت. رغيف العيش بقى بكام؟ ب 12 جنيه. وتلاقيه هو اصلا مسافر من شهرين. يعني الدنيا ما اتغيرتش قوي كده. طبعا ده غير الفقره اللي هيشتم فيها في كل المصريين، وان كلهم زباله، وان هو الوحيد اللي نضيف ورافع اسم مصر. نفس الشخص ده بقى هتلاقيه قلب فجاه ان هو بيحب مصر، بس حب غريب كده، اللي هو وحشتني بنت الكلب. فين ايام سندوتش الفول ابو زيت عربيات؟ لو لسه مسافر وقابلت واحد مصري، اول سؤال هيساله لك جاي على شغل ولا؟ لو قلت له ولا، يقول لك لا ارجع مصر، بلدك اولى بيك. هنا مفيش شغل، مش لاقيين ناكل، ده انا مش عارف ادخل الواد المدرسه، مراتي باعت صيغتها، ده انا هموت وارجع بس معيش حق تذكره الطيران. لكن لو قلت له جاي على شغل الكلام هيتغير. هيسالك ايه بقى؟ هتشتغل فين؟ هتقبض كام؟ السكن ده كام؟ هيقيمك ماديا بحيث يعرف انت هتتمصلح عليه ولا هيتمصلح عليك. لما هتقعد تتكلم معاه هتلاقيه بيحكي عن امجاده وقد ايه وهو معاه فلوس كتير جدا، وساري عربي بقى مش فارق معاه الفلوس خالص. وفي نفس القعده هيتخانق معاك على الحساب. بس كلمه حق، اول ما هتوصل هتلاقي واحد جدع محتضنك واقف جنبك لحد ما تقف على رجلك، وواحد تاني نفسه يحتضنك ويستجدع معاك بس هو بيشتغل 3 شغلانات وبينام ساعتين في اليوم، ده ربنا يعينه بقى. وواحد تالت برضه عايز يحتضنك بس من ظهرك. موجودين. اهرب. لما واحد مصري بيقابل واحد مصري بالصدفه ما يعرفوش بعض، بيحصل حاجات غريبه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصري يا باشا؟ مصري حضرتك مصري؟ ايه يا باشا؟ حضرتك مصري حضرتك إيه؟ مصري؟ مصري. انا كمان مصري. والله انا كمان مصري والله. في 2 مليون مصري في الخليج، يعني احنا ما تقابلناش في كوستاريكا يعني. مصري يا باشا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. ايه الاخبار؟ الدكتور اتاخر خالص. ايه يا باشا؟ انا اسمي عبد الرحمن. ايوه. وحضرتك بقى بتشتغل ايه؟ بشتغل في الماركتينج. في التسويق. مندوب مبيعات يعني. بالظبط ايوه، انا مندوب مبيعات. انا بشتغل في مصنع تطيز، بشتغل لضام. ايه؟ لضام، يعني انا بلضم الخيطه في الابره. لا والله كويس. لا بس عليا لضمه، الضم اي خيطه في اي ابره. بقالي 14 سنه هنا. الحمد لله. وحضرتك بتقبض كام؟ ليه؟ لا بس انا اسمع ان المندوبين دول يعني بيقبضوا كويس. الحمد لله. يا رب يبارك لك، وبلاش احنا. طيب يعني انا لو الدكتور طلع قال اسمي قول له مشي. فرصه سعيده عبد الرحمن والله. غير كل دول بقى في 5 مصريين عايشين طبيعيين عادي، ما بيعملوش حاجات غريبه. موجودين. ولو انت مصري مغترب جديد، نصيحه، هننزل بالعشم شويه ونبعد عن الجاليه المصريه بقدر المستطاع، وشد حيلك كده.